أكبر لا إله إلا الله. قهوجي قهوجي هات لي قهيوة، قهوجي قهوجي صونة حليوة، قهوجي قهوجي هات لي قهيوة، قهوجي قهوجي صونة حليوة، صونة 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 حليوة. مرحبا بكم احباباتنا في فيديو جديد على قناتنا يوميات وصحوات في مدنين. ان شاء الله تكونوا كلكم بالف خير وسلامه. حبايباتنا ديما ما تنساوش الصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم كما تشوفوا فطورنا ان شاء الله النهار الرابع من سيدي من شهر سيدي رمضان باش نعملوا دجاجتين محشيات. باهي خليت لهنا دجاجتين متوسطات الحجم كما تشوفوا هنا، واحده نحيت لها الجلد تاعها، واحده خليت لها الجلد تاعها، اما راني نظفتهم مليح مليح بالماء والخل حاشاكم والقارص، فركتهم مليح مليح، ومن بعد هذايا سرتوا لي فيها جلد شربتها على الغاز. باهي لهنا بالنسبه لمكونات اللفاح اش عندي ليدام، عندي القرفه، عندي الكلين، عندي افاح نتاع دجاج خليته، كنت تفكروا الفيديو نتاع خرجة جابس خليته من الراجل هذاك اللي يبيع في الحوارات والتحف. باهي هذايا فلفل مهروش، عصفر، سماق، فلفل اكحل، تابل، هيل، عودين قرنفل، راس الحانوت، سكينجبير، هذه زهرة اليانسون ولا نجمة اليانسون، ثوم وكركم. باهي هذوما بالنسبة للفاح باش نعملو تو. الفاح من بعد الوقت اللي معناتها باش تطيب لازمني نشحرها على معناتها في الكوشة في الاخر بالكل. عملت كاتشاب، خل وقارص، وفاح نتاع الدجاج اللي حكيت لكم عليه، موتارد وش اسمه يا ربي، الرمان هذاك نتاع الرمان، دبس الرمان نسيته. وباش نعملها في الاخر بالكل معناتها وقت باش في الاخر بالكل وقت التشحير باش ندهنها بالسمن. اي وكعب الياغورت هذه باش نزيدها مع الفاح هذايا. باهي نبدا اول حاجه الفاح نتاع الدجاج، ناخذ طول الطبق اللي باش نحط بيه نحطو في الكوشه. اي راني باش الدجاج باش نرصو باش نحشيه بالروز. حتى نقول لكم المكونات جوست نفوح الدجاج نتاعي. باهي بسم الله. باهي لهنا الفاح زدت زيت الزيتونه بطبيعه الحال. نقول يا ربي شنو هي الحاجه اللي نسيتها، حتى اني تفكرت هي ولد بوزه قدامي. راه قلت لكم الصيام هذايا يعمل فينا ما يعمل. باهي شد اول الفاح هكا ونفوح تحت الجلده، ندوس حتى تحت الجلده ونحط الفاح. لازم نشربوا بالقدا بالقدا الفاح نتاعك، عرفت تهز الجلد نتاعك ونعمل الفاح. بسم الله. اختي بالله نزيد لي شويه زيت زيتونه. مليح مليح. شفتوا هذوما سنينات القرنفل، قاعده تصوري؟ اي سنينات القرنفل معناتها تحطوهم حطانك تغرسوهم في وسط الدجاجه باش يسيبوا مطعمهم. فركوها هكا الدجاجه من داخل كيف طبناهم مليح 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 مليح. دوشولها بالفاح باش تفوح لكم. جاتني دجاجه اخشن من دجاجه ما ننساش اللي نحيت لها الجلده، هي اللي جات ضعيفه والخشينه اللي بالجلده نتاعها قاعده تخشن، مش مشكله. المهم الفاح نتاعهم نوصلهم الفاح نتاعهم. هذاك هو الفايده، الدجاج راهو يحب التفويح. شفتوا كيفاش قاعده هما تنسيق يتفوقوا معناتها قبل بالوقت. كما كانوا في رمضان لحد يبقى اللي في حالات اخرى ينسى ديما سبحان الله يسرقك الوقت في رمضان. باهي هذه الدجاج نتاعي ممكن نسيب صايي كما تشوفوا لهنا معناتها فوحت الدجاج نتاعي. توا باش نعبيه بالفارس. الفارس شنو عباره على
صمته عادي. قليت له طرف اللحم جويد هكا، قصيته ترونشيت جويدات مع شويه فلفل اكحل، شويه يدام، شويه ثوم كما قلت لكم وبصل، قليتهم في زيت الزيتونه، وطرف كليل وفاح نتاع دجاج. السوفي طاب الروز نتاعي خلطته باللحم هذاك اللي قليته بالزيت، وزدته طرف مايس، طرف فاكهه زبيب اكحل، طرف لوز وشامبينيون. هذوما الفارس نتاعي بالنسبه للدجاجه. وتوا نولي نحط الدجاج نتاعي. انا عملت كونتيتي كبيره نتاع، باش تسالوني الكونتيتي نتاع الروز قداش، راني عملت كونتيتي كبيره شوي على خاطر الروز اللي باش يفضل هذاك هو معناتها باش نحطه تحت الدجاج. خلوها منفسه شويه الدجاجه بسم الله باش ما الفارس نتاعها ما يخرج. بالله اختي كانت تعمل مزيان جبتي لي كورتون. توا نكملوا رسو الدجاجه الثانيه. الفارس هذا قلق نسكروه بالكردون. مشكلة راهي هذا الحشو هذايا الدنيا كلها تتفرعس في بعضها. سكروه بالكردون الماكسيموم. هو بطبيعته باش نربطها مع بعض حولات من جارها شيء تتحلش، اما ماذا بيكم تتلف في بعضها شوي. تو باش نربط هكا الخيطات. جيت قلت لكم الدجاجه هذه جويده برشا، حتى الكردون دخل فيها وخرج من كثر ما هي ضعيفه. لهنا حبايباتنا سي فوحتهم الدجاجات نتاعي وعملت لهم الفارس نتاع الروز اللي وريت لكم من بهريكا، وسي توا باش نحطهم في الفور. الفور ديجا حطيته برسمه ساعه يسخن قبل ما نحط فيه الدجاج. اما انا راني باش نطيبهم في الساشيات نتاع التطييب هذوك نتاع الفور، نسيت الناس الكل تعرفها. باش نحط بسم الله الدجاجه الاولى. ونسكر عليها. هذه النوعيه نتاع الساشيات اول مره راها يعملوا لك معاهم الخيط مع طرف كبير مش كيما الاخرين. شو اسمه المشمع هذايا التطيب الدجاج المشمع ولا حتى اللحم ولا اي حاجه تاع الفول يسهل عمليه التطيب. انا جربتها يجيني الاثنين عباره تحط حاجه في الكل. فهمت؟ حطيتهم الدجاجات نتاعي في الساشيات، اما ديما ماذا بيكم تنقبوهم ما تخليهمش هكاك مسكرين. باهي زدت لهم طرف ماء دافي، وديما تفقدوا في الفور وين يشيح الماء صبوا الماء الدافي وكا نزلوا معايا للفور. حبايباتنا تو باش تسالوني على معناتها الوقت قداش للدجاج. راهو اقل وقت باش تحط الدجاج معناتها في الفور ساعتين، وانا ديما نخليه حتى ساعات حتى 3 سوايع، من ساعتين ل3 سوايع. راهو اقل وقت ساعتين من زمان انت وخشن الدجاجه نتاعك. باهي حبايباتنا رجعت لكم باش نعمل السلطه بطبيعه الحال. مادام عندي دجاج روتي ليله ولا دجاج فارسي ولا دجاج في الفور باش نعمل معاه طرف سلطه. الحقيقه تغرمت بالماكينه هذيا بعثتها لي اختي جابتها وعجبتني على الاخر. كنت نكره قصان السلطه وليت نحب قصان السلطه، سورتو ملي معناتها هذه سهلت عليا. سورتو الرابوره وقت باش نراقي سفناريه ولا حاجه نفت ولي نبخل. كيفاش فيت في ودي زيت مع التكنولوجيا باش نبدل اللام الاخر نتاع البصل. باش نركب اللام تاع البصل سهله برشا. باش نجيب البصل تاعي
باش نحي هذيك نفس الطريقة الكونتيتي تاع بصل الكل، جوست الطماطم والخس والكرومب هذوك باش نقصهم بيديا على البلونش. احكيولي شنو عاملين في رمضان؟ ولا عادي معناها؟ خاطر صراحة متعب الكوجينة، سورتو في رمضان تكون تخدم في كوجينتك عادي، يجيك شهر رمضان تولي تتعب، تولي تبخل على التطيب، تولي تبخل على برشا حاجات. تخيل هنا كملت بصل، باش نوقف الماكينة. باهي حبيباتنا كملت قصيت السفنالية والبصل في الماكينة. تو باش نقص الطماطم والخس والكرنب. نسخيل عندي طرف بسباس خدت على الفوق، خدت لي أمي الفوق. ردوا بالكم الطماطم تحطوه في الماكينة خاطر يولي عجينة واحدة. تقصوه الكل. أنا تعجبني السلطة في رمضان، حسيت تبرد، سورتو احنا السنين الاخرى كل رمضان يجينا في الصيف الدنيا سخونه، نبيك حاجه تبرد عليك. تعجبني خير السلطه المشويه يعني الحقيقه، حسها تبرد عليك. تو باش نكمل نقص معاكم الخس والكرنب وسلطتنا حضرت. اما بصراحه نساء قداش متعبين في رمضان. فوحت هنا سلطه كما قلت لكم بالفلفل الاكحل، ايدام، زيت زيتونه، طرف خل تفاح، صوص الرانش، شو اسمه يا ربي القارص، ودبس الرمان، وطبش نزيدها طرف السماق. ريحته مبنه، وش عليه قارص مشيح ومرحي. هذه هي السليطه نتاعي حضرت. بعد باش نزينها طرف زيتون، طرف عظم مصموط، وطرف طون كهو. باهي حبيباتنا من هنا صايي حطيت الزيت على النار باش نقلي البطاطا. في الحال ما يجيش دجاج في الفور ولا دجاج روتي ولا مشوي من غير البطاطا مقليه. قصيتها بسكينه البايون، قصيتها على بكر اليوم ونفختها في الماء. توكي معناتها خطرتها بالماء، حطيت لها طرف بيكربونات صودا وشويه خل ابيض. والله الفكره هذه شفتها على الانترنت، قال لك البطاطا تجيك غشوشه وتتقرمش كيما شيبس. انا باش نجربها معاكم ونقول لكم عليها. حطها في الخله كيف كيف
بعد البطاطا باش نكمل نقلي كعبات الطماطم. قرع احمر قصيته كلهم بسكينه الفاريون، طرف دنجاله، والفلفل هذاك في الاخر. معناتها عباره كفتاجي اما مش مقصوص. ما هو ديما هكا كي نعملوا حاجات هكا دجاج في الفور ولا دجاج مصلي ديما لازم نعملوا معاها البطاطا والحاجات نتاع الكفتاجي. حبايباتنا هنا صاي البطاطا حمارت باش نحيها. من ريحتها سبحان الله. البداية في رمضان تولوا تشووا اي حاجه، حتى طرف بطاطا مقليه تشووها. وفي الفطار قداش امي طيبه تعمل مقلي، ما نجيش اصلا ساعات معناتها ما نجيش حتى ناكل جمله. في رمضان تولي تشهى كل شيء، تولي تشهى حتى الدواره. اش قولك امي؟ والله بالحق تولي تشهى الدواره. والله فما عباد تشهى باش تعمليها؟ والله اش نعرف، محشي مع صبيط ولا شمنكه ولا بدك شي فالحه؟ مش انا قلت لك عباد. لعبان. انا ما ناكلهاش جمله الدواره بخلاف دواره العيد. عمري ما يجيش البالي اني باش نمشي نشري الكرشه. حتى المحشي ولا العصبان كي نعملوه راجل اختي الله يبارك لها جزار نشري من عندها المصاري معناها، ولا تعطيني اختي المصاري ما نعملهاش يعني الكرشه. ان شاء الله تو بيحاول الله الايامات الجايه انا وامي بعد رمضان كان عشنا اي اليوم هذاك واش باش نحكي. باش نعملوا البطانه اكيد باش تجيكم تظهر لكم معناتها غريبه شنو البطانه. البطانه هي الجلد نتاع العلوش السنوي وقت الربيع، تو وقت العلوش السنوي الصغير هذاك اللي يبدا مازال حليب امه في فمه كما يقولوا فيها. نحولها السوق نتاعها باللام ولا بالسكينه ولا كيفاش، ومن بعد يشوشتوها بالنار امنا وينظفوها. تولي كل كرشه كل بريكه معناتها نظيفه هكاكا، وكل كرشه كي تنظفها بيضه معناتها التكستور نتاعها. ان شاء الله بحول الله الايامات الجايه كاين احيانا ربي باش نعملوا عصبان بالطانه ولا نحشي بالطانه بحول الله. هو هذايا عصبان بالطانه ولا نحشي بالطانه راهو معروف في الجنوب وسيرتو في جلبه. خليها هذوما يتقلاو ومن بعد نكمل اخر حاجه الفلفل والطماطم على خاطر يطشوا الزيت وفيهم الماء. خليهم اخر حاجه للطاجين ونغطيهم. كما تشوفوا لنا حبايباتنا صاي كملت خليت البنجاله والقرع بطاطا خضراء. صاي حطيت كعبات الطماطم والفلفل باش نغطي عليهم خاطر يطشوا الزيت ويطشوا الماء. وهذاك اهو حبايباتنا هنا كما تشوفوا صاي الدجاجات خرجتهم من فوق بريسك. شفتوا ما شاء الله مشوا كالزبده. تو باش نحيلهم الساشيات نتاعهم وباش ندهنهم كما قلت لكم بكري. بس نحيهم الساشيات كما تشوفوا هنا حبايباتنا صاي نحيتهم الساشي نتاعهم. توا باش ندهنهم بالخليط اللي قلت لكم عليه. عملت طرف كاتشاب وطرف موتارد، فحل الدجاج، كعبه ياغورت طبيعي، فلفل اكحل بطبيعه الحال، قارص وخل ودبس الرمان. خلطهم مليح مليح في بعضهم. سيرتو الكاتشاب راهو الدجاج المشحر في الفور ولا الروتي يعطيه بنه مش عاديه. هذا الخليط. اما قبل كل شيء باش ندهنهم بطرف سمن عربي هكا وبلاش لا سمن بطبيعتهم قويين هكا سمن عربي. تو باش ندهنهم بالخليط هذايا باش نحطهم يتشحروا مليح 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 في الفور. حبايباتنا طاولتنا حضرت النهار الرابع نتاع شهر سيدي رمضان. ان شاء الله يا ربي صوم مقبول وذنب مغفور. كما تسمعوا الاذان قاعد يترفع تو. يا ربي ان شاء الله يتقبل منا صيامنا. والله يصبرنا نحن نساء قداشنا تعبين. خلينا نوريكم الماكله بعد ما حضرتها. حبايباتنا كما تسمعوا في الاذان قاعد يترفع. هذا ديما شقان فطرنا، ديما دقله بشويه زبده عربي، شويه شريحه
هكا شويه حلويات نطلعوا بها سكر، ماء البن، سليطه هذيك صحيح حضرتها لهنا كما تشوفوا، زينتها بطرف طن وعظم مصمود. به هذه الدجاجه اللي واحده من الدجاجات اللي حضروا في الفور. ريتوا هذيك الفارس بكري قلت لكم معناتها حشيت به الدجاجه وكثرت الكونتيتي على خاطر هو بيدو الروز باش نحطه تحت الدجاج، جاي بنين وريحته فاوحه على الاخر. هذيك السلطه. والدجاجه الاخرى بكري كما شفتوني قليت البطاطا والفلفل والطماطم والدنجاله والقراع الاحمر وحطيتهم ملوطه كانهم تسطيره معناتها للدجاجه. هذيك الدجاجه الثانيه هذه شوربتنا، شوربه الشعير. وهذا ما كان بالنسبة لليوم. إن شاء الله يا ربي مائدة مقبولة في الجنة، إن شاء الله يا ربي صيامكم مقبول، إن شاء الله أعمالكم مقبولة يا ربي، إن شاء الله ذنوبنا تغفرت بجاه هالعواشر الكريمة. توا ما يسعني كان نقولكم إن شاء الله شاهية طيبة، إن شاء الله صوم مقبول وذنب مغفور، ونتقابلوا في السهرية. صحة شريبتكم حبيباتنا، ان شاء الله صوم مقبول وذنب مغفور. صحيح تعشينا يا رب لك الحمد والشكر. صحة شريبتك منيتي يبارك فيك، يعطيك الصحة. صحة شريبتك اختي، الله يسلمك يعطيك الصحة. هكا هو اليوم والله تعبت، قعدت وحدي في التصوير وفي التطيب. اختي مريضة ادعوا لها ان شاء الله ربي يشفيها، اخذت دواء يا رب تشفيها وتشفي جميع المسلمين. حبيباتنا هذه سهريتنا، عملنا قهوتنا تاينا، طرف حلو، طرف صمصة، ملفاي، هكا هو. وسهرية العادة متاع رمضان. بيباتنا هذا ما كان بالنسبة للفيديو اليوم. ما تنساوش دعمنا على قناتنا يوميات وزخوات في لبنان. ابوني للشان، لايك وكومنتير وبارتاج الفيديوهات نتاعنا، تفاعلكم على الباج انستغرام فيسبوك وتيك توك فرحنا برشا ويخلينا ما نبعدوش عليكم برشا. بيباتنا ان شاء الله اياماتكم زاهيه وباهيه كيفكم. بسلامه.